السلام عليكم. هذا الفيديو الثامن اللي غادي نخصوه للوقاية من ارتفاع الضغط الشرياني. أول نقطة اللي نتكلموا عليها هي الملحة. الإنسان يحاول ما أمكن ينقص من الملحة، وخاصة ما يخصش يحط الملحة فوق الطبلة. ملي يجي ياكل ما يحطش الملحة، لأنه غير يحس بالماكلة مسوسة غادي يزيد شوية الملحة. إذن يخصو ينقص ملحة. ولكن كاين واحد النقطة اللي ما كينتبهوش لها الناس، وهو الماء، وخاصة اللي كيشربوا الماء القراعي. الماء فيهم الملحة، ولكن ماشي بحال. درتكم واحد المقارنة باش تفهموا هادشي اللي بغيت نقول. هو انه مثلا الليتر ديال سيدي حرازم فيه 120 ملغ ديال الصوديوم ديال الملحة. الليتر ديال سيدي علي فيه 25 ملغ، يعني سيدي حرازم فيه 5 المرات ديال الملحة اللي في سيدي علي. والماس فيه 224 ملغ في اليترو. سيدي علي فيه 25. ما معنى والماس فيه 9 المرات الملحة اللي في سيدي علي. إذن خص على الأقل هاد الماس اللي فيهم الضغط يحيدوه تماما، ما يشربوش، فيه بزاف الملحة. والماس هو مزيان، حقيقة مزيان. ملي الإنسان كياكل شوية بزاف هو فيه لي بيكربونات ضد الحموضة، ولكن اللي فيه الضغط يبعد منه. مقارنة أخرى، سيدي علي فيه 25، عين السلطان فيه 4. معنى سيدي علي فيه 6 المرات اللي في عين السلطان. وهذا عين السلطان بالمناسبة أنا كننصحو بزاف، لأن عندنا في المغرب على حساب المقارنة اللي درت أنا هو اللي فيه قليل ديال الصوديوم. أنا كننصحو بزاف اللي فيهم الضغط باش يشربوا، اللي كيستعمل القرعة. طبعا اللي كيستعمل الروبينيه حاجة أخرى، ولكن اللي كيستعمل القرعة الماء اللي كيشري الماء يستعمل عين السلطان فيه 4 ملغ. إلا قارناه بأولماس 224 ملغ في الليتر في أولماس، عين السلطان فيه 4، يعني تقريبا 4 6 24 تقريبا 50 مرة. يعني أولماس فيه 50 مرة ديال الملحة اللي في عين السلطان. هذا الملحة. ثم في هذا المشكل ديال الملحة، الإنسان يأخذ المسائل اللي فيهم البوتاسيوم، لأن فوقاش ما قل الصوديوم وطلع البوتاسيوم الضغط كينخفض. شنو هما المواد اللي فيهم البوتاسيوم؟ عندنا سيدي العدس، مزيان، عندنا العدس، عندنا اللوبيا، عندنا الخيزو. وفي الفواكه عندنا التمر والبنان. إذا الإنسان يكثر من هادو، اللوبيا، العدس وخيزو. وفي الخضار ياكل هذا التمر والبنان، غادي يكون مزيان. الصوديوم هابط والبوتاسيوم طالع، الضغط كينخفض. النقطة الثانية هو الوزن ديال الإنسان، شحال تيوزن. ولكن واحد النقطة هنا الناس يفهموها، ما بقاش داكشي شحال في الطول ديالك وشحال كتوزن، لا. غيتعبر الطول ديالك، تعبر الوزن ديالك، ولكن خصك تشوف المؤشر ديال كتل الجسم ديالك. شنو هو هذا المؤشر كتل الجسم؟ هو الوزن مقسوم على القامة مربعة. باش تخرج هذا المؤشر هو اللي مهم. راه غتاخذ الوزن ديالك قدام الكيلو وتقسمها على القامة مربعة، غادي يخرج لك واحد الرقم. إلا كان بالنسبة للرجل إلا كان بين 20 و 25 راك مزيان، إلا كان أكثر من 25 عندك زيادة في الوزن. بالنسبة للمرأة خص يكون بين 19 و 24. إذن هذا المؤشر مهم. وكاين واحد المؤشر آخر جديد، هو دورة البطن أو محيط البطن. كتاخذ المتر اللي كيعبروا به وكتضوى الكشك، ما يكونش لباس على الجلد على مستوى ديال السره، وتشوف شحال من سنتيمتر. بالنسبه للرجل يخص يكون بين 94 سنتيم حتى ل 102 سنتيم. بالنسبه للمراه يكون بين 80 و 88 سنتيم. الا كان بالنسبه للرجل اكثر من 102 سنتيم راه عندك زياده في الشحمه في الكرش، وهي اللي كضر. هذه غادي نهضروا عليها من بعد في شي موضوع اخر. هذيك الشحمه ديال الكرش هي اللي المشكل ديال السكر، المشكل ديال الضغط، المشكل ديال الكوليسترول، اللي كاين المشاكل في القلب الى اخره. اذا هذه الشحمه ديال الكرش بالنسبه للراجل خص تكون قل من 102 سنتيم، وبالنسبه للمراه قل من 88 سنتيم. النقطه الثالثه في الوقايه هو التغذيه.
التغذية خص الإنسان يقلل من الشحوم كما كانت، يقلل من اللحوم الحمراء لأن فيها الكوليسترول الخايب، لو موفي كوليسترول اللي كيسموه LDL، هذا هو اللي كيضر القلب، لو موفي كوليسترول. ويعوضها بالأسماك، الحوت فيه لو بون كوليسترول، لو HDL. كاين اللي غادي يقول لك الحوت عندنا غالي، حقيقة الحوت غالي عندنا، ياخذ السردين. السردين من الناحية الغذائية أحسن حوت، رخيص ولكن هو أحسن حوت، فيه لو بون كوليسترول وفيه لوميغا 3 ويتهنى من المشكل ديال الطونسيون. شنو آخر في التغذية؟ هو الخضار والفواكه، الإنسان يكثر من الخضار والفواكه، مهمة بزاف. النقطة الرابعة هو الإنسان يوقف اللي تيشرب، يوقف الكحول كتطلع الضغط، ويوقف التدخين اللي تيكمي يوقفوا. راه التدخين شنو كيدير التدخين فيه لا نيكوتين في العرق، كتخلي الترسب ديال المواد الدهنيه، الكوليسترول الى اخره، لا تيروم بحال كيسموه لا تيروم، كيوقف العرق، وإلا بقى في العرق كيضيق الشريان وبالتالي الضغط كيرتفع. اذا الكحول والتدخين ستوقف. النقطة الخامسة وهذه مهمة حتى هي، هو الحركة، الرياضة سواء بالمشي 30 دقيقة ديال المشي يوميا، سواء بالسباحة ولا بالدراجة ولا أي رياضة مهمة. ولكن كاين بعض الحركات هي رياضة ما كينتبهوش لها الناس. مثلا نمشي للسوق وما عنديش الثقل، علاش ندير الطوموبيل نمشي على رجليا، هذيك راه رياضة. عندي نطلع في العمارة، عندي لاسانسور، اللي عندهم لاسانسور نطلع في الدروج، ما نستعملش المصعد لاسانسور. والحركات اي حركه في الدار كما كانت، ما نسخر حد، واخا عندي خدامه بغي نشرب نوض نجيب كاس الماء، هذيك الحركه راه رياضه، راه كتحرق. اذا المهم الحركه بجميع انواعها مهمه باش ما يرتفعش الضغط. النقطه السادسه وهو التوتر العصبي. انا قلناها في حلقه اللي دازو، هو التوتر اللي دائم. اذا كان التوتر دائم راه ديما كيرفع شويه الضغط، ومع الايام كيرتفع الضغط. حتى الكلام، راه الهضره علاش ملي كنجيو نعبروا الطنسيون كنقولوا للمريض اسكت ما تهضرش. علاش؟ لان غير يهضر الضغط كيرتفع شويه، كيسكت كيهبط. اذا الانسان ديما تيغوت ديما راه تيغوت، ديما موتر، العصب ديالو موتره، وديما راه تيغوت، راه يطلع له الطنسيون. إذن التوتر العصبي الدائم من أسباب ارتفاع الضغط. النقطة الأخيرة السابعة وهذه مهمة حتى هي بزاف، وهي أنه الإنسان واخا كان طبيعي ما عنده لا ضغط لا والو، يقلب الطونسيون ديالو عند الطبيب مرة في العام، لأنه كما قلنا الضغط راه ما كيدير الحس، راه القاتل الصامت. إذن هذه النقطة الأخيرة، وهو الإنسان مرة في العام على الأقل يمشي للطبيب، بغيت نعبر الطونسيون ديالي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.